تخيل تكون دائما معروف انك الطيب والمسكين واللطيف وتنقلب فجأة الى اشر السفاح على مر التاريخ. واحد كان ينادوه بالدب اللطيف وصار يعرف بلقب ذا كانبل، واللي بالمناسبة معناه آكل لحوم البشر. كيف ممكن طفل بريء عاش يتيم منبوذ مليان جروح نفسية يتحول إلى وحش بشري؟ وش القصة اللي قلبت حياته؟ جهزوا نفسكم لأنكم بتسمعون قصة مجنونة سوداوية ومن النوع اللي يخليك تقول مستحيل هذا صار صدق. قصة جوزيف، من الطفولة المكسورة إلى الدماء الباردة. في سنة 1955 في شهر 3 تحديدا ولد جوزيف في الولايات المتحدة الأمريكية. هو كان أصغر واحد من بين أخوانه آخر العنقود، وعاش ويا أهله اللي كانوا عبارة عن أب وأم وست اخوان، ما في خوات. وبعد فترة توفى ابوهم وصارت الام ويا عيالها، اللي اكبر واحد فيهم كان عمره بابا 16 سنة، وظروفهم كانت جدا قاسية وصعبة، ما كان عندهم سند يسندهم. ومن ناحية جوزيف بطل القصة اللي نتكلم عنه كان وقتها عمره تقريبا 6 سنوات. طبعا ابو جوزيف كان له اثر كبير في حياة جوزيف. بعد ما توفى ابوه صار انعزالي ودائما يقعد بروحه وما يتفاعل مع اخوانه ابدا بعد موت ابوه، لدرجة انه ودوه لجلسات نفسية من كثر الصدمة اللي مر فيها. وازيدكم من الشعر بيت، كانوا يتنمرون عليه في المدرسة بسبب وزنه الزايد وضخامته. كان شخص ما شاء الله تبارك الرحمن كبير وضخم بالنسبة لعمره، فدائما في المدرسة يقعدون يتنمرون عليه ويتمسخرون عليه. وكلنا ندري شو هي آثار التنمر والشخص إلى وين ممكن يوصل بسبب التنمر. حسبي الله ونعم الوكيل. كل يوم يصير المدرسة والطلاب ياخذوه جدول واستهزاء بشكل يومي، ووصل للمرحلة انه هو ما كان يبغى يروح للمدرسة، كان يخاف ويتوتر ويرتبك كل يوم الصبح لما يشوف باص المدرسة قدام البيت، قدام باب بيته يخاف. والمشكلة مو بس يحصل تنمر في الصف، لا حتى في الباص، اللي كانوا وياه في الباص كانوا يتنمرون عليه. يعني وين ما يروح يحصل تنمر، في المدرسة، في الصف، في الباص، حتى في الاماكن العامة يتنمرون عليه. والله انه غمضني مسكين يا اخي. وكل يوم يطلعون عليه لقب جديد. وبالنسبه لاهله او الناس القريبين له كانوا ينادوه بلقب باسم جو الدب اللطيف. ولكن بالنسبه للمدرسه ما في ولا اسم استهزاء ما قالوا له. مره ينادوه كتله غباء، ومره الدب القطبي، ومره الوحش القبيح، والقاب كثيره ما تخلص مستلمين رايح جاي. ورغم ان هذا كله ولا مره غلط او ضرب او اعتدى على اي واحد، كان دائما لطيف ومسكين وغلبان. لان بعدين شخصيته بتتغير بشكل مخيف 180 درجه. مرت الايام والاسابيع والشهور والسنين وتخرج جوزيف من الثانويه العامه. واول ما تخرج بعمر 18 سنه راح والتحق بالجيش وصار عسكري لمده تقريبا 2 سنين. طبعا كانت فتره الزاميه لازم انه يقضي الفتره هذه في الجيش. ولما انتهى من الخدمه العسكريه اول شيء سواه انه هو ترك اهله وطلع يعيش بروحه بعيد عنهم. فكره غريبه وعجيبه وغبيه، بس هو ماشي على هذا المنطق والمبدا انه خلاص انا ابغى ابدا بدايه جديده. طيب واهلك الغالي اهم شيء في حياتك، تركهم وراح. بعد ما ابتعد من اهله بشكل مباشر بدون اي سابق انذار قاعد يدور يمين ويسار على وظيفه عشان يامن عيشته ويبغى مصدر دخل، يبغى يعيش، يبغى يسترزق. فبعد بحث لايام لقى مطعم وقرر انه يشتغل داخل هذا المطعم. كان عباره عن مطعم برجر، وتعلم كيف يطبخ البرجر وصار مبدع بشكل خرافي واحترافي. كان كل وقته في المطعم، وصاحب المطعم كان دائما يمدحه. وتقريبا جوزيف كل حياته كانت عبارة عن تنمر، فلما يكون في شخص يمدحه مثل صاحب المطعم بيفرح وبيتحمس انه يطور من نفسه ويشتغل على نفسه انه يكون شخص افضل. صاحب المطعم علمه طريقة يخلط فيها بهارات، ومثل ما يقولون الخلطة السرية للمطعم، وكانت لذيذة جدا. وفي هذه الفترة تعرف على شلة الله لا يوريكم، وهم كانوا أشخاص عبارة عن شلة متعاطين والعياذ بالله. يعني الصبح يقضيه في المطعم، وفي الليل يروح مع الشلة الفاسدة هاي ويدورون لهم أي بيت مهجور ويقعدون يسهرون. وما يحتاج أقول وندخل في التفاصيل إيش كانوا يسوون. يعني الشلة فاسدة معروف إيش بيسوون، والمثل يقول الصاحب ساحب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. جو كان شخص ماشي صح في شغله ومجتهد وشغال على نفسه، لكن لما تعرف على هذه الشلة بدأ ينحرف ويروح للطريق الغلط، وكل يوم نفس الجدول. وبسبب الشيء هذا جو انطرد من شغله، خمر ومخدرات وتعاطي والى آخره. خلاص جو اتدمر بشكل رسمي. وبعد فترة جو طاح بحب وحده واللي كانت اسمها كادي. وبعد شهر تقريبا من العلاقة اتزوجها الأخ، وحس انه صار عنده مسؤولية ولازم انه يلقى شغل ويدبر نفسه. وبعد صعوبة
لقى شغل وصار عنده دخل شهري، واسلوبه مع الناس كان لطيف، يعني الناس ما ابدا ما يخافوا منه. وبعد فتره جاله ولد وسماه روي على اسم ابوه. فمرت السنوات وصار عمر ولده تقريبا 6 سنوات. في ذاك اليوم جو كان عنده شغله مهمه ولازم انه يروح يبتعد عن بيته تقريبا لمده يومين بعيد عن اهله. وبعد مرور اليومين لما رجع لبيته ودخل البيت شاف ان البيت فاضي. فتح الباب ما لقى احد في البيت، لا زوجته ولا ولده، البيت حرفيا فاضي. يعني شلت الولد وشلت الفلوس وشلت نفسها هربت من البيت. وهني جو جنونه وطلع يدور كل مكان عليهم. وفجأة وهو كان واقف كان في شخصين، وهذيل الشخصين كانوا يتعاطون المخدرات والعياذ بالله. ولما شافهم جو مسك قطعة الحديد شلها وبدأ يهجم على الشخصين. وعلى الرغم من ان هذيل الشخصين كانوا مش على وعيهم، كانوا سكارى، لكن خافوا لما شافوا جو قاعد يهجم عليهم. لا تنسوا يا رفاقة الخير ان جو كان ضخم وعملاق مجسم. وبعد ضرب وجلد من جو من الشخصين هذين في نهاية المطاف ماتوا. جو خاف على نفسه وقرر انه يهرب لمكان بعيد. وهو كان قاعد يهرب من المكان في شخص كان قاعد حاله حال نفسه. بس جو لما شاف هذا الشخص قال يمكن ما تدرون كم هذا الشخص شافني وانا قاعد اقتلهم ويمكن يرفع علي قضية ولا يشتكي واروح فيها. فقرر جو انه يهجم على هذا الشخص ويقتله خربانه وياه. انتم متخيلين الان جو حاليا قتل 3 اشخاص في اقل عن ساعه. اللي كانوا يسموه بالدب اللطيف الان قتل لك 3 اشخاص في اقل عن ساعه. يعفو الله. فهرب جو بس بعد مرور كم من ساعه وقبضوا عليه. وبعد 18 شهر تم الافراج وخرج جو من السجن. وعلى حسب المصادر تقول انه طلعوه من السجن عشان ما كان في ادله كافيه تثبت انه هو اللي قتل هذول ال3 اشخاص. شيء غريب ما ادري شلون، يعني ما في ادله كافيه والله ما ادري. لكن المهم انه طلع جو من السجن بعد مرور فتره قعد في السجن 18 شهر. ولما طلع من السجن قرر جو انه يسكن في منطقه مهجوره وموجوده في اطراف المدينه، ويوميا نفس الحال. الصبح يدور على ولده وحرمته، وفي الليل يقعد يسكر والعياذ بالله. وخلاص حد زوجته في باله ويبغى ينتقم منها بأسرع وقت منهم. يعني إذا شافه الله يعينه. أخذ قرار إنه ينتقم من أي وحدة تشبه زوجته، على طول بيعتدي عليها. هدي يا ابوي وش في ذا؟ طيب ايش دخل البنت اللي تشبهها؟ بس لا خلاص اخذ القرار واصر عليه. في بنت كان عمرها 45 سنه كانت تشبه زوجته واسمها كيثي. وكيثي كانت عندها صديقه اسمها كيمبرلي عمرها تقريبا 23 سنه. ووقتها كان راجع لنفس المطعم اللي كان يشتغل فيه. وطبعا بعد عده محاولات من انه يقنع صاحب المطعم انه يخليه يشتغل عنده، صاحب المطعم في النهايه قال ما يخالف ارجع واشتغل عندي. في النهايه صاحب المطعم ترى مستفيد من جو، رجال عنده خبره. والبنتين اللي تكلمنا عنهم قبل شوي كانوا دائما يزورون المطعم، سايرين وادين للمطعم، وتقريبا بشكل يومي يروحون لنفس المطعم اللي يشتغل فيه جو. من بين كل المطاعم ما يروحون الا مطعم جو، طبعا لان جو كان طبخه رهيب ترى، ويخليك تدمن عليه بشكل مش طبيعي. والمساكين ما يدرون انهم بيطيحون في مصيبه ولا بعدها مصيبه. وتطورت العلاقه من بينهم، وكل يوم صاروا يزورون جو، مش بس في المطعم، لا قاموا يزورون حتى في بيته او المكان او السكن اللي يسكن فيه. صدق عادل امام يوم قال بتحط نفسك في مواقف بايخه، اي والله. طبعا هم كانوا يصيرون عنده لانهم كانوا يتعاطون وياه اعوذ بالله. وفي يوم من الايام وبدون سابق انذار، وبعد ما جو تعاطى كميه كبيره، مسك السكين وبدا يطعنهم بالرايح والجاي. والسبب اللي خلاه انهم يطعنهم لان البنيه او البنت كانت تشبه وتذكره في زوجته، بس هذا السبب الوحيد اللي يخليه يطعنها بهذا الشكل العنيف. طيب اذا هاي وحده تشبهها سويت فيها كذي، عيل شلون لو كانت هي بكبرها؟ يعني اتوقع لو شاف زوجته خلاص ما في رحمه. جو هني خاف على نفسه، قال انا توني طالع من السجن، انا لسه الحين طلعت من السجن، الحين بيلقوا القبض علي مره ثانيه، ايش اسوي؟ فجت في باله فكره اعوذ بالله. السكين اللي طعنهم اخذه وبدا يقطع الجثث وحطهم في اكياس، وحط الاكياس في الثلاجه كانهم لحم دجاج، لحم بشري هذيل، حطهم في الثلاجه بعد ما قطعهم. واليوم اللي بعده راح للشغل او للمطعم ولا كانه صار شيء. وهو كان قاعد يطبخ في المطعم قال دقيقه، انا عندي لحم والبهارات وانا عندي خبره وشطاره في اني احضر البرجر. طيب شوف الفكره كيف، فليش ما افتح لي مطعم يعني كشك صغير خاص فيني واستفيد انا بنفسي من خبرتي ومهاراتي في تحضير البرجر. يعني يبغى يسوي له بزنس خاص فيه. وفعلا اخذ اللحم
اللي بالمناسبة كان لحم خنزير الله يكرمكم، وشوية بهارات، وقاعد يشتغل فيهم. لحم البنتين الضحايا اللي قتلهم أمس ليلة أمس قاعد يشتغل عليهم ويقطعهم بشكل محترف، يحط البهارات مع شوية لحم الخنزير الله يكرمكم، ولحم البنات خلطه مع لحم الخنزير وانت بكرامة. وخلاص الآن صار جاهز انه يبيع اللحم ويستفيد من البزنس الخاص له. أعوذ بالله. وفي اليوم اللي بعده أخذ اللحم وفتح له كشك صغير في الزاوية، صغير، وبدأ يبيع اللحم. وفعلا لا من درى ولا من شاف، ما حد كان يدري، ما حد كان يعرف انهم كانوا ياكلون لحم بشر مخلوط بلحم الخنزير. وصار عنده زباين يجون لعنده عشان ياكلون البرجر اللذيذ. وبعد 3 أيام قدر انه يبيع كل اللحم اللي عنده وطلع ارباح ممتازة. والمصيبة اللي كانت في باله مش انه والله هو قتل بنتين، لا، مصيبة انه ما صار عنده لحم زيادة عشان يبيع على الزباين. قال انا الصح اني اريد لحم بشري، بس انا ما بقتل اي شخص وخلاص، لا، اول شيء لازم يكونوا من بلدة غريبة، وانهم ما يشتغلون في اي مكان عشان ما حد يسأل عنهم، والاولوية تكون للناس المهاجرين اللي يدخلون للبلد تهريب، ما عندهم اوراق رسمية، ما حد بيسأل عنهم، يعني لا من درى ولا من شاف باختصار. والشرط الاخير، اي بنت تشبه زوجته بيقتلها على طول بغض النظر إذا الشروط مطبقة ولا لا. في هاي المدة قتل أكثر من 27 بني آدم في هالفترة البسيطة. هو كان يعرف من وين يجيب هذيل الضحايا، كانوا تحت جسر مشردين ما عندهم بيت، يعرف كل الأماكن، فجو كان يروح عندهم ويقدر يقنعهم بكل سهولة إنه والله تعالوا اسكنوا عندي وأنا عندي كذا وكذا وكذا، يحفزهم ويحمسهم إنهم يجون عند البيت أو يسكنون وياه، بس في الليل يبدأ شغلته. وبعد فترة وهو قاعد كل يوم نفس السيناريو، إلين ما جاه اليوم اللي جت لعنده بنت اسمها ريتا. هذه البنت اللي كبت العشاء. ريتا كانت راقصة باليه ولاعبة جمباز، وأول ما دخلت البيت ومسك السكين ريتا قاومته وقدرت تهرب منه، طبعا بصعوبة، بس في النهاية هربت. ولما هربت على طول ركض وراها بأسرع ما عنده، لأن بكل بساطة إذا البنت ريتا هربت وما مسكها البنت بتكب العشاء ومشروعه والبزنس حق جو خلاص راحت عليه. فريتا قاعدة تركض وهو قاعد يلحقها. فجأة كان قدامهم جدار طوله تقريبا 3 أمتار. قال أيوة خلاص الآن بقدر أمسكها وأخلص عليها. لكن اللي صار عكس ما هو متوقع تماما. ريتا قدرت انها تتسلق الجدار وهربت منه، وجو طبعا يعني شخص ضخم وكبير وثقيل ما بيقدر يطلع فوق الجدار، بس ريتا هربت منه. وريتا على طول اول ما خلصت وشردت منه راحت لقسم الشرطة ورفعت بلاغ، واقل من ساعة الشرطة مسكوه وألقوا القبض عليه. وجو اعترف بكل شيء للشرطة، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد الانفرادي أو الانفرادي المؤبد. والمعلومية ترى السجن الانفرادي المؤبد أصعب ب1000 مرة من الإعدام. وقعد في السجن من سنة 1998 إلى سنة 2017. وبعد فترة جو توفى وهو كان عمره 62 سنة تقريبا. وهني انتهت قصة جو اللي كان ملقب بلقب بالدب اللطيف إلى أخطر سفاح في الولايات المتحدة الأمريكية. ناقصين احنا ناكل لحم خنزير أعوذ بالله مع لحم بشر، يا ساتر. ووصلنا لنهاية القصة. أتمنى أن القصة نالت إعجابكم. إذا كنتوا أول مرة تشوفوني أتمنى أنكم تشتركون في القناة، فعلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم أي قصة جديدة تنزل في القناة. وأشوفكم على خير وبقصة أخرى. وفي الختام كالعادة نقول نقطة وأخ سطر وبس.